السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب بمونوا بخير. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب خلال الحملة الصليبية السبعة بعد ما اشتد عليه المرض، وتولى من بعد منه السلطة ابنه توران شاه، واللي ما استمرش حكمه كتير بسبب انقلاب المماليك عليه وقتله بعد ما أهانهم. ومن هنا بنبدأ حلقتنا النهاردة. بعد ما مات السلطان توران شاه سنة 1250 الدنيا في مصر اتقلبت تماما. الدولة الأيوبية اللي بناها صلاح الدين كانت خلاص بتنهار، والبلد داخلها فوضى ومفيش حد ماسكها. لكن من وسط كل ده طلعت قوة جديدة، قوة كانت من العبيد بس بقت ملوك. دول كانوا المماليك. وفي وسط الاضطراب ده سؤال واحد كان على لسان الكل: مين هيحكم مصر دلوقتي؟ والإجابة كانت صادمة للعالم كله: امرأة، ست، هتقعد على عرش مصر وتحكم البلاد. اسمها شجرة الدر، الست اللي قلبت موازين التاريخ وخدت مكانها وسط أقوى حكام مصر. شجرة الدر في الأصل كانت جارية في قصر الملك الصالح أيوب، بس كانت جارية غير أي جارية. كانت ذكية، حضرة الذهن، جميلة، بتفهم في السياسة وعندها رأي. السلطان حبها واتجوزها وبقت أقرب الناس ليه، وكان بيستشيرها في أمور الحكم، وده كان شيء نادر جدا في الزمن ده. لحد ما جه وقت الحملة الصليبية السبعة بقيادة لويس التاسع، وفي عز الحرب الملك الصالح أيوب مات. بس شجرة الدر كانت أذكى من إنها تعلن الخبر. خافت لو الناس عرفت الجيش ينهار والبلد تقع، فقعدت تدير كل حاجة باسمه، توقع الأوامر وتدبر المعركة بنفسها، لحد ما المماليك انتصروا في معركة المنصورة واتقبض على لويس التاسع ملك فرنسا. مصر اتنقذت بفضلها، ومن هنا بدأت أسطورتها. ولما مات توران شاه ابن الصالح أيوب اجتمع قادة المماليك وقالوا: مين يمسك الحكم؟ كلهم اتفقوا على اسم واحد: شجرة الدر. وبكده بقت أول ست في تاريخ الإسلام تحكم مصر باسمها، وكان لقبها الرسمي المستعصمية الصالحية أم خليل، ملكة المسلمين. كانت بتصدر الأوامر وتحكم الدولة بحكمة وقوة، والناس كلها كانت شايفة إن الست دي مش عادية. لكن مش كل كان راضي. لما الخبر وصل للخليفة العباسي في بغداد اتغاظ جدا، وبعت رسالة شهيرة فيها سخرية قال فيها: إن كانت الرجال عندكم خلصت ابعتوا لنا نبعت لكم راجل يحكمكم. الرسالة دي كانت إهانة كبيرة، هزت مكانتها قدام الناس. حتى العلماء والفقهاء في مصر نفسهم قالوا ما ينفعش الست تحكم المسلمين. وهنا بدأت الضغوط تكبر، واضطرت شجرة الدر تدور على حل وسط. اتجوزت واحد من قادة المماليك اسمه عز الدين أيبك، راجل قوي وشجاع، بس هي كانت أذكى وأدهى منه. اتفقت معاه إنه يكون السلطان، بس هي اللي تدير الحكم من وراه. وبالفعل بقى الملك المعز عز الدين أيبك سلطان مصر. لكن كل كان عارف إن اللي بتحكم فعلا هي شجرة الدر. كانت بتصدر القرارات وتتحكم في الدولة، وحتى الأمراء ما كانوش يقدروا يقابلوا أيبك من غير إذنها. لكن مع الوقت أيبك بدأ يحس إنه مجرد دمية في إيدها. ابتدى يرجع علاقته بمراته الأولى، وكان ناوي يتجوز بنت أمير الموصل عشان يقوي مركزه. ولما شجرة الدر عرفت اتجننت من الغضب. ما اعتبرتش اللي عمله خيانة زوجية، لا، اعتبرته خيانة سياسية. وفي ليلة غامضة استدعته القلعة وقالت له انها عايزة تصالحه. دخل الحمام، لكن دي كانت آخر مرة حد يشوفه فيها حي. بأمر منها خدمها قتلوه وهو جوه الحمام. افتكرت انها خلصت من خصمها، لكنها كانت بتحفر جبرها بإيديها. المماليك لما عرفوا اتقلبوا عليها، مسكوها وسلموها لمراته الأولى. والانتقام كان بشع، ضربوها بالقباقيب لحد ما ماتت. وماتت شجرة الدر سنة 1257 بعد ما كانت أول ست تحكم مصر، وأذكى من مشي في دهاليز القصور. دفنوها في قبة صغيرة في القاهرة. شجرة الدر، الست اللي بدأت جارية وانتهت سلطانة، وحكمت بالدهاء وماتت بالغدر. بعد ما شجرة الدر ماتت بنهاية مأساوية سنة 1257، مصر كانت تايهة، والكرسي بقى خالي، والبلد كانت على حافة الانفجار. وفي وسط الفوضى دي
قادة المماليك اتجمعوا واتفقوا على تعيين ابن أيبك الملك المنصور علي سلطان على مصر. ولد صغير ما كملش 15 سنة، لسه بيلعب، بس فجأة بقى سلطان. بس الحقيقة إن اللي كان بيحكم فعلا هو الأمير سيف الدين قطز، وكان نائب السلطان وواصي على الحاكم. قطز هو اللي كان ماسك كل حاجة، بيصدر الأوامر وبيسيطر على الجيش وبيحافظ على الأمن في القاهرة. المماليك البحرية جماعة بيبرز كانوا لسه شايلين ضغينة من أيبك وشجرة الدر، وحصلت اشتباكات بينهم وبين أنصار أيبك كانت هتولع البلد من تاني. بس قطز وقف وقفة راجل، ضرب بإيد من حديد وطرد البحرية بره مصر مؤقتا وحافظ على النظام. وفي الوقت اللي القاهرة بتحاول تلم نفسها جالهم خبر زلزل العالم الإسلامي كله. المغول دخلوا بغداد، الخليفة العباسي اتقتل، والخلافة نفسها انتهت، المدن بتتحرق والناس بتتذبح، وكل الناس كانت بتسأل هو بعد بغداد والشام الدور على مين؟ والجواب كان واضح جدا، على مصر. قطز كان شايف الخطر جاي وعارف ان البلد ما ينفعهاش طفل صغير على العرش. مصر محتاجة قائد قوي مش سلطان بالاسم. جمع الأمراء وقال لهم بصوت ثابت الوقت مش وقت مجاملة ولا خوف، مصر محتاجة راجل يواجه المغول مش عيل صغير. وقتها الكل سكت والعيون اتجهت ناحية المنصور اللي كان قاعد ومش فاهم اللي بيحصل. قطز قرر ياخد القرار ويعزل الملك المنصور علي من الحكم، لكن باحترام وبدون دم علشان المصلحة العامة. وفي سنة 1259 أعلن رسميا إن سيف الدين قطز هو السلطان الجديد لمصر. الناس كانت بين مؤيد ومعارض، بس الأغلب كان عارف إن القرار ده هو اللي هيحمي البلد. المنصور ما كانش شرير ولا فاشل، هو بس كان صغير على لعبة أكبر منه بكتير. حكمه ما كملش سنتين، بس السنتين دول كانوا الجسر اللي عبرت عليه مصر من فوضى شجرة الدر للنصر العظيم في عين جالوت. الملك المنصور علي، السلطان اللي بدأ صغير وانتهى حكمه للصالح العام لأنه سلم التاج لقائد قدر ينقذ الأمة كلها. باسم إله السماء الواجب حقه، الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه، الذي يعلم به الملك المظفر، إن جند الله في أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه. فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم. فإنا لا نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص. فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق، وقلوبنا كالجبال وعديدنا كالرمال. فالحصون لدينا لا تمنع والجيوش لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، فلا تطيلوا الحطاب وأسرعوا رد الجواب. ده يا صديقي كان جزء من الرسالة اللي وصلت من قائد المغول هولاكو لسلطان مصر سيف الدين قطز، واللي وصلت بعد ما استلم الحكم بأيام قليلة. رسالة كلها تهديد وغرور وتكبر، خاصة إنه بيطلب منه تسليم الدولة من دون حرب أو حرب. الرسالة دي كانت إعلان حرب مش بس على مصر لكن على الإسلام كله. قطز خد الرسالة أراها للنهاية وبعدين قطعها وأمر على طول إنهم يقطعوا رقاب رسل هولاكو ويعلقوهم على باب زويلة. وبكده الرد بقى واضح وصريح، مصر مش هتسلم. بس قبل اللحظة دي لازم نرجع ورا شوية نعرف مين هو الراجل ده اللي تحدى أقوى جيش في العالم. قطز ما اتولدش سلطان ولا أمير، اتولد في بلاد خراسان وكان اسمه محمود بن ممدود من نسل سلاطين كبار من السلاجقة. بس لما المغول هجموا على بلاده
اتقتل أهله واتاخد هو أسير، اتباع عبد واتنقل من سوق لسوق لحد ما انتهى بيه المطاف في مصر، واتربى في قصر السلطان الصالح أيوب وبقى واحد من المماليك. ومن هنا بدأت الحكاية. الولد اللي اتباع عبد بقى فارس شجاع لحد ما وصل يبقى نائب السلطنة في عهد الطفل المنصور علي. ولما شاف إن المغول قربوا من الشام وإن الخطر جاي على مصر قرر يتحرك. بس كانت المشكلة كبيرة، الخزنة فاضية والبلد خارجة من فوضى شجرة الدر وأيبك، والحرب محتاجة سلاح وخيول ومؤن. فجمع العلماء في القلعة وقال لهم البلد في خطر، ينفع نفرض ضريبة مؤقتة على الناس؟ الكل سكت لحد ما اتكلم العالم الكبير العز بن عبد السلام وقال له ما ينفعش تاخد من الناس إلا لما الأمراء يبيعوا ذهبهم وثيابهم الغالية. الكلمة دي كانت اختبار حقيقي لقطز، بس الراجل ده كان مؤمن بعدل ربنا، ما اتضايقش ولا اتكبر وقال له كلامك حق. وقام باع من ماله وخلى كبار المماليك يعملوا زيه، وساعتها العلماء وافقوا إن الناس تساعد. ومن هنا بدأت مصر تجهز للحرب بنية صافية وعدل. وفي الوقت ده المغول كانوا دخلوا بغداد وقتلوا الخليفة العباسي وحرقوا كل مدينة في طريقهم. دمشق وقعت وحلب اتحرقت، والناس كانت بتهمس بخوف الدور على مصر. قطز جمع القادة وبعد نقاشات كتير بخصوص خطة الحرب والمواجهة، وانقسمت الآراء ما بين جزء اقترح الانتظار لحد ما وصلوا بحيث إن الجيش المصري لو اتهزم يتحصن داخل الأسوار، وجزء تاني اقترح إنه يقابلهم خارج حدود الدولة، وده اللي كان مؤيد ليه سيف الدين قطز. وبالفعل الجيش اتجهز وخرج لحرب المغول خارج حدود الدولة. سنة 1260 ميلادي خرج بجيش مصر العظيم ومعاه المماليك والفرسان العرب والمتطوعين. الناس كانت بتودعهم بالدموع والدعاء، وإسلاماه وإسلاماه. الجيش وصل فلسطين وهناك انضم ليهم القائد بيبرس بجنوده للجيش المصري، واتحركوا بالجيش لحد ما وصلوا سهل عين جالوت. اختار قطز أرض عين جالوت وهي منطقة بين بيسان وجنين في فلسطين. المكان ده كان وادي ضيق محاط بتلال، ودي ميزة خطيرة ضد المغول اللي بيعتمدوا على الانتشار والسرعة. قطز قال لقادته هنا هنوقف زحف المغول. بعدها قطز مع بيبرس اسمه الجيش ل3 فرق رئيسية. أول حاجة الطليعة أو الهجوم الأول بقيادة بيبرس، وهي اللي هتبدأ المعركة وتستدرج العدو. بعد كده القلب القوات الأساسية بقيادة قطز نفسه، وهتدخل بعد لحظة الفوضى. وآخر حاجة الاحتياطي أو القوات المتخفية على جانبي السهل، هدفها إنها تهجم من الأطراف لما العدو يتوغل. الخطة كلها كانت مبنية على الكمين والاستدراج. وفجر يوم الجمعة 3 سبتمبر سنة 1260 ميلادي طلع الجيش المغول بقيادة القائد المشهور كدبغة، وكان راجل عنيف وشرس جدا وشايف نفسه لا يقهر. بيبرس بدأ الهجوم الأول بخطة عبقرية، هاجم المغول بسرعة رهيبة، عمل دوشة كبيرة في الميدان وبعدها انسحب كأنه بيهرب. المغول افتكروا إنهم كسبوا المعركة وجريوا وراه بكل قوتهم، بس اللي ما يعرفوش إنهم داخلين على فخ الموت. بمجرد ما المغول دخلوا قلب السهل خرجت قوات الاحتياط اللي كانت مستخبية ورا التلال وضربوهم من الجنبين بالسيوف والسهام. وفي اللحظة دي قطز شاف المعركة بتشتعل فنزل بنفسه من على التل، وهنا المغول وقعوا في الفخ، لكنهم قتلوا بشراسة لدرجة إنهم كانوا على وشك الانتصار. وفي وسط الغبار والدم قطز شاف جنوده بيتراجعوا فنزل بنفسه الميدان وصرخ الصرخة المشهورة بتاعته وإسلاماه وإسلاماه. الصوت رج السهل كله، الجنود رجعوا يقاتلوا بكل طاقتهم وانقلبت المعركة. القائد المغولي كدبغة اتقتل في الميدان. الليلة دي كانت أول مرة في التاريخ يتهزم فيها جيش مغولي بربري. المغول اللي دمروا بغداد والشام اتكسروا على أرض فلسطين بإيدين المصريين. المغول اتكسروا لأول مرة في التاريخ، وفي عين جالوت اتكتب النصر بحروف من ذهب. وبعد المعركة بيبرس جريله وقال له النصر ليك يا مولاي. بس جوه قلبه بدأت نار الطموح تشتعل، لكن اللي محدش كان متخيله إن النصر العظيم ده نفسه هيكون بداية النهاية لقطز. إزاي وليه اتقلب عليه أقرب الناس ليه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية بإذن الله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. دمتم بخير.